بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ وياكم خياطة وأعمال يدوية مع بنتي. اليوم حبيت أسوي وياكم، زينت بيتي أنا لمناسبة شهر رمضان وحبيت أراويها لكم. زينة كلش بسيطة وراح أشتغلها هسه وتشوفونها مثل ما شفتوا ببداية الفيديو، بس راح أراويكم إياها عمليا. بنات، المكونات هذا عندي غرة وخليت فوق جليتر ملون أخضر وذهبي وقليل من اللون الوردي خليت عليه. راح أدهن الظهر، بس أنا بعدين ما احتاجيته، حسبالي راح أعلقهن وما علقتهن، لزق على الباب. أحتاج ثاقبة مال ورق، واحتاج قلم رصاص، واحتاج مقصات. هاي المقصات اثنين هن، واحد ما يقص الكبير، يلا قص الكرتونة، وكرتونة عادية أي كرتونة عندك تقدرين تستخدمينها. راح أسوي أول فكرة وياكم فكرة المثلثات اللي خليتنا على الباب، يعني كشبه، يعني شوية يطن شبه للفانوس، يعني مو فانوس بالضبط، بس يطن شبه إليه. هاي ناخذ قياسات ونقص الكرتون حسب القياسات اللي أخذناها. انتو بكيفكم أي قياس تقدرون تسوونه. هاي راح أثقبهم بالثاقبة، أخاف أحتاج الثقب بس بعدين همين ما احتاجيته. ومن هاي الجهة همين ثقبتها ثقب واحد. هسه راح أصبغها بهذا الجليتر، أخليها تنشف واشتغلها بعدين. هاي شوف شلون من نشفت شلون صارت. هاي راح ألزق عليها هذا بمسدس الشمع، العفو ما ذكرته بالمكونات. راح أخلي 3 ألوان، الأحمر والفضي والأخضر والذهبي، من كل شي لو يعني هيجي خطين أخلي إلى أن أنتهي. خليت الأخضر فضي والأخضر، وراها الأحمر، وراح أخلي الفضي. هاي أنا أخلصها وتشوفونها بنات، كلها نفس الطريقة راح أعيد عليه. راح أخلي شذرات خليت عليها همين. هاي لابد تتذكرون قبيل أهلنا يسوون من عندهن بس على غير شكل، على عصا 2 يخلونهن ويسوونها مثل هذا الشكل يصير. هسه راح أخلي هاي التعلاقة قصيت لها قيطان. وهاي راح أشدها كلش حكم مقلاقها. وهاي شوفوا هاي النتيجة الأخيرة، إن شاء الله تعجبكم. وهاي راح أسوي نفس الشكل، بس راح أسوي على شريط الستن، بشريط الستن راح أسوي. نفس الطريقة كلش ما تفرق. وهاي شوفوا النتيجة الأخيرة همين صارت نفسها، بس هاي من شريط الستن. حبايب راح أسوي لكم الفكرة الثالثة. هاي عندي الورق الفوم اللي يبيعونه بالمكاتب، واحتاج صحن متوسط الحجم. انت كيفك اي صحن تقدرين تخلينه، اي يعني تقدرين الهلال تسوين على طولها الورقة تقدرين عادي. هاي عندي عدة الوان، راح اسوي من عندهن هلال ونجمة للنشرة اللي شفتوها بداية الفيديو، يعني اسوي مثل النشرة. هاي اخذ قياس على الصحن، اضبط شي يعني اضبط الهلال، رسمة الهلال تطلع على الصحن احلى، نص الصحن وخطه دار ما دواره. هسه تشوفون شلون راح اقصه، راح ارسمه واخط واقصه. هاي شوفوا نص الصحن. راح اخذ قياس بالقلم الرصاص حتى عم تجي القصة عدلي. واحتاج هذا القيطان همين للنشرة، اضبطهن عليه يعني اركبهن عليه كلهن. هذا قلم الرصاص اخذت القياس.
وراح ارجع شوية، او تقدرين صحن اصغر تجيبينه وتاخذين بيه قياس، او هو نفسه بس ترجعينه. هاي هيج. شوف شلون صار عندي هلال. راح اقص هلال ونجمة. بالنسبة للنجمة راح اقصنها على عندي قوالب مال بسكويت، اخذت عليهن القياس. هذا الهلال شوفوا شلون طلع عندي. ايش راح اساوي؟ حتى يصير مبوز من جوا هيج. راح اخذ قياس النجمة، احتاج النجمة الاصغر حجم والنجمة الاكبر حجم، بس هسه انا راح استخدم للنشرة النجمة الكبيرة، ما استخدم الصغيرة للفانوس استخدمها. هاي خططها هيك بالقلم الرصاص. شوفوا تجي النجمة فيت بعد ما تغير شكلها او شي. وهاي شوفوا اخذت هذا ماجت عدلة وسويتها. شوفوا هاي النجمة ابو علي شلون صارت. راح اسوي شوفوا هاي النتيجة الاخيرة اللي سويت كل هلال نجمته بلوني. راح اثبتهن على الخيط وتشوفون. بالنسبة لهذه قصصت نجمات بالنجمة الصغيرة، وورقة كاملة اسود. وعندي هاي البقايا اللي زادت اللي سويتها حروف، بقايا اللي زادت من الورق هذا الفوم. ها شوفوا حرف الميم، حرف الراء، حرف الضاد. راح اخليه له مثل تعلاقة هيج صارت. شغلتها كلش بسيطة هذه، اي واحد يقدر يسويها. هسه راح اسوي النوب مالت النشرة، اصمغها. هذا عندكم راح اسوي بيها الفانوس همين. الفكرة الاخيرة راح اسوي بيها الفانوس. هاي شوفوا تطبقون الورقة مالت الفوم وتقطعونها بالمقص على قطع متساوية، يعني تقصصونها هنا تلفونها وتصمغونها مثل ما شفتوا شلون هسه راح اسوي قدامكم. راح اصمغها بالمسدس الشمع وادعس عليها هيك حتى عمود تصير بيها مثل منفوخة من الوسطى، تصير بيها مثل الفتحات، حتى نخلي الشمعة ما نخلي شمعة مال يعني النار، ما تصير بيها هذه يعني تحترق. اخلي بيها فانوس عندي هيجي يعني ضوء يعني هيجي على البطاريات، يطلع شكله كلش حلو. هسه تشوفون حبايب راح اسوي 2 مثلها همين بس على اصغر. هسه راح اقص اسويهن يده حتى عمود شكل المنظر مالتي من فوق. قصت لها باللون الذهبي وراح اخلي اصمغه من هذا الصفحة ومن الصفحة الثانية، واخلي له نجمات باصغر نجمة قصيت له، وراح اخلي له من الامام. هاي شوفوا هاي النجمة راح اسوي هي هاي وحدة وبعد وحدة جوا. راح اصمغها هو طبعا هذا الجليتر بي ورق من ورا تقدرين تفتحين يصير لاصق. وهاي حبايب النتيجة الأخيرة، وإن شاء الله تعجبكم. كانت وياكم ست البيت العراقية. حبايب لا تنسونا من الدعاء واللايك والاشتراك، أتمنى تعجبكم الفكرة. هاي شوفوا الفانوس سويت 2 بعد من عنده همين صغار. مع الف سلامة.